يا جماعة الخير يجي فيه أكثر من شفرة، ولكن أنا حاط 3 شفرات، لكن أنا حاط الشفرة المناسبة حق البصل المقلي. قلت خلني أجرب بعد لا أجيب العيد، فنزلت واحدة خارج التصوير. هذا الشكل اللي نحتاجه، وطريقة الاستخدام مرة سهلة. فقط قصوا البصلة نصين، قطوها هنا، ونسمي بسم الله ونبتدي الشغل. وشوفوا مرة ثانية، حطوا أكثر من نوع. هذه بصلة كبيرة لها حل، بصلة كبيرة لها حل. شيلوا هذا زين، ونحط هذا كذا. ليش؟ لأن لازم السيفتي يجي هنا عشان تشتغل. بسم الله، شوفوا يعني لا تعطلون انفسكم على شيء ما يسوى، كل شيء ماشي. حط بصل بعد، زيد. بس انا من ساعة كان ودي اني اوريكم الطريقة. روح. قربنا لكم الكاميرا شوي يا جماعة عشان تشوفون الطريقة او الشغل شلون صاير. ايش بنسوي؟ طيب لازم نفلفل البصل بالشكل هذا عشان يتفكك. اللي ما يبي فلفل كيفه، يعني انا ما غصبه يا جماعة الخير، كل واحد بكيفه. قامت تحدف، هذا اللي انا ما ابغاه. بنلقط، شوفوا ما شاء الله. نشيل العدة، علبة زيت كاملة. نشغل النار. بعد ما شغلنا النار نحتاج ان نحرك البصل بالشكل هذا، فوق تحت، ونواسيه. ترى قلية البصل بعد مهمة. لازم الزيت يوصل للبصل كله. والله انا اشوف ان زيتي خفيف، بعد يبغى له زيادة بس ما راح ازيده بصراحة. ممتاز، خله. اللي يبي يزيد يزيد، اللي يبي يغمره يقدر يغمره، ولكن انا ببتدي احرك باستمرار ما يفرق معي. طيب يا جماعة الخير، وجهة نظر خاصة فيني، واسألوا اللي تبغون. افضل بصل للقلي البصل اليمني. ليش؟ لأن سوائله خفيفة.
إذا جينا بنتكلم على أفضل بصل للطبخ والحمسات والأمور الثانية، البصل الهندي والسعودي والمصري كلهم يقومون بالواجب. شغلة ثانية، تبون بصل ذهبي ذهبي ذهبي، استخدموا البصل الأبيض اللي ما فيه لون أحمر، يعطيكم لون فاتح ولون حلو. مختصر مفيد عن أفضل بصل للقلي من ناحية السوائل ومن ناحية اللون. استعدادات لازم تكون جنبك وانت تقلي البصل. أول شيء الشيء اللي بتشيل فيه البصل لازم تكون ملعقة كبيرة ما هي بقريبة مني، يعني زي هذه بس تكون كبيرة عشان ينزل الزيت كامل. الشغلة الثانية صينية أو صحن كبير حطوا فيه ورق زبدة عشان ننزل البصل فوقه ينشف ويصير مقرمش. يعني ما يصير يستوي البصل وإذا جيت تشيل تقعد تدور هذه الأغراض، لا، لازم تكون جنبك. ملاحظين؟ لا نشا لا طحين ولا شيء. بتشوفون اللون شلون بيطلع ممتاز. الناس تحط نشا عشان يطلع كريسبي أكثر، أنا شبي فيه كريسبي أكثر، هو بيطلع كريسبي أكثر فقط بالزيت. أنا مثقله بالزيت وثقله بنشا وثقله بطحين، مش مناسب. خلوه على راحته، خلوا الزيت يكتسب الحرارة ويبتدي الغليان والبصل فيه. الصبة الثانية عادي بس لا تحطون هذه الكمية، إذا حطيتوا هذه الكمية لا بيحترق عليكم، بيصير شيء مستوي شيء مش مستوي. فالأفضل إنكم تحطون كمية بسيطة عشان تقدرون تسيطرون عليها. أنا هنا أقدر أسيطر عليها، ليش؟ لأن الزيت اكتسب الحرارة مع البصل بنفس الوقت. ابتدى يا جماعة الخير يحتر الزيت، يعني بدأ يبقبق تو الناس. أنا هالقدر جنني. بي الأفضل وأنا أحرك، يفضل يعني إن احنا نحرك زي كذا أول ما يبتدي الزيت. شوفت عينكم بدأ يغلي، ونسويه بعد. مين اللي سبق يا جماعة الخير سوى كبسة فقط ببصل مقلي؟ مين يقول لي؟ أنا بصراحة دائما أسويها إذا مستعجل، لا ويعطيكم لون ويعطيكم طعم مختلف. صراحة البصل المقلي يعطيكم اختصارات واجد، من ضمنها الحشو. تقدرون تسوون حشو بالبصل المقلي سريع 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 جدا. لكن عاد جهزوا لكم بصل مقلي. أمانة أنا مرة شريت بصل مقلي جاهز، والله العظيم يا جماعة الخير شيء لا يذكر، 17 ريال. طبعا اللي هو صار البصل المقلي ينباع في السوق حق الناس اللي ما لها خلق تسوي شيء. أنا من ناحيتي والله أحب أسوي شغلي بنفسي، فأنت براحتك. يعني لا تجي تقول الله عشان 15 ريال أكب لي زيت كامل وكم قيمة البصل وكم قيمة الزيت وكم وكم وكم. لا، أنت قاعد تسوي الشيء في بيتك وعلى مزاجك. الزيت هذا إذا خلصنا منه أحلى شيء للطبخ، منكه تنكيه جامد بالبصل، ما في ألذ منه بناء على تجربة. فمستوى الزيت هذا مرة مناسب، ما عندكم أي مشكلة. كل ما خذينا شوي نجيب اللي فوق، اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ما راح ياخذ معانا أكثر من ربع ساعة ويكون جاهز. وصلنا إلى مرحلة البغبغة اللي ما وراها بغبغيشن. بعد مرة ثانية فوق تحت. ترى ضروري التحريك يا جماعة الخير. الطحين يسوده شوي، النشا يخليه مقرمش زيادة عن اللزوم. كل شيء بتشوفونه بعد شوي.
على فكرة يا جماعة الخير، هذا البصل اللي أنا أستخدمه الحين نبتة يمنية لكن مزروع بالسعودية، وبشوف أنا قاعد أشوف إنه قاعد يعطيني نفس المستوى. ولا زلنا البصل كل ما أخذينا شوي نحركه لحين ما أخذ اللون. يبيله وقت ويبيله صبر، الله يجعلنا وياكم من الصابرين. هذا اللي أنا أقصدها يا جماعة الخير. شوفوا يطيح الزيت كامل، لكنها كبيرة الحين أنا ما أحتاجها في التحريك، أرجع لها بعدين إذا جيت أشيل البصل. الحين البصل ذبل خلاص، الحين تبتدي مرحلة إنه يصير مقرقش مقرمش حلوة مقرقش يعني عنده فلوس. شوفوا شلون قل مستوى البصل. ليش؟ بدت الكرملة خلاص. نخلي هانت يا جماعة، بدأ ياخذ اللون الذهبي توه، يعني خلنا نقول ان احنا قربنا. في بعضه تشقر، خليه يا جماعة الخير، صبر، الله مع الصابرين. جماعة شوفوا وين كنا وين صرنا. شوفوا أنا حاط ما يقارب 1.5 كيلو، كيلو وربع. شوفوا ايش صار، شيء لا يذكر. لكن أنا أحب أسوي الشيء اللي على قدي في البيت وعلى قد استخدامي. الحين خلاص في المراحل النهائية، قريب يستوي، اللون بدأ يتشقر، وفي بعض القطع الصغيرة والله تشقرت خلصت، لكن بعد يبي له حدود 5 دقائق وإن شاء الله يكون جاهز. قرب يستوي وصينيتي جاهزة، قرب يستوي وصينيتي جاهزة. خلصنا يا جماعة الخير. لازم ننثره نثر بالشكل هذا عشان يتقرمش. إذا شفتوا طبقات فوق بعضها شيلوها. يعني حاولوا توزعونه زي كذا الشكل هذا، لا تخلونه فوق بعض. بس أنا بشيل اللي بقى. ينشف من زيته. طيب نطفي النار أحسن، أنا ما طفيتها. ناخذ البصل هذا اللي لازق هنا، وزع. ايه ما يبي يطيح، خليه 10 دقائق ينشف. تعالوا شوفوا شلون مقرمش. السبريم بنسويه بالفرن على السريع. طيب ملح، لا تنسون البطن من الملح. طيب خلصنا هذا الوجه، نقلبها وبرضو الثانية نعطيها ملح. هذه نقلبها، ما حطينا في البطن نحط في البطن مع الخياشيم ونحط هنا، ما يضره يعني، بس عاد مو تغرقون الدنيا. طيب بهارات السمك من بيت الأسعد، عبق التراث البحريني الأصيل، عطوها كذا. طيب
مساج خفيف. بعد يبيلها شوي. البطن مهم جدا. ندهن بعد هذه. البطن الحين نقلب. آخر إضافة، هذه تأليفة مني، خلطتي السحرية تعطيها لون وطعم. وبنفس الوقت تمسك البهارات. نقلبها بعد شوي منها. الخلطة مسكينة والله العظيم، في كل شيء يدخلت، لكنها بصراحة تعطي طعم. أمانة نسيت أحط في البطن. بعد البطن هذا نسينا. تنسى انك تاكل سمك. طيب خلصنا. البصل المقلي الحين صار مقلي. شو نسوي؟ الفرن لازم يكون شغال قبلها بنص ساعة ويكون حامي وعلى حرارة. دخلوها، لا تغطونها بقصدير ولا شيء، المهم يكون الفرن حار. اتفقنا يا جماعة الخير على الفرن 35 دقيقة. بصل والله مو ببصل. اشناك والله. مكبوس الربيان بالبصل المقلي. بصل مقلي نفس البهارات حقت السمك والربيان. زين، نقلبهم مع بعض. ترى ما راح نحط شيء ثاني، ها، ولا شيء غير الملح والرز وزيت من زيت البصل المقلي. يعني نكهة قوية. شوف، أول على النار الحين شو نسوي؟ يا سلام. نحمس الربيان مع البصل. الربيان بيلاقيها من البصل والله من البهارات، عاد والله من الزيت اللي فيه حمسة البصل، يعني متنكه. طبعا انا بقعد احمسه لحد ما يقلب لونه، ما راح احط شيء ثاني مثل ما اتفقنا. ايه، ملح لازم عاد نحط عاد شوي، معلش نكمل حماس. الحمسة جاهزة، الرز على طول. ماي حار. والنار عالية.
خلصت طبختنا يا جماعة الخير. نغطي عليه لحد ما يرتفع الرز. نرجع لكم اليوم سنابات واجد، معليش عذرونا. بسم الله. اوه ما شاء الله تبارك الله، لون خفيف. انا لو ابغى لون اثقل ازيد البصل واحمس البصل قبل، بس انا حطيتهم مع بعض. ليش؟ ما بيسود. نقصر عليه وما يحتاج مرطب. بنخليه 25 دقيقة. خلصنا يا جماعة الخير. إيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف لا، نشيل القدر نوريكم النثرية. سمي بسم الله. يا ما شاء الله تبارك والله، راحت ربيانة. شو شايفين اللي أنا شايفه يا جماعة الخير؟ كم ربيانة نحطهم كذا فوق شكل. ترى ما خلصنا، باقي بعد واحدة هنا، وهذه واحدة من السبريم. طيب عاد شنو نختم فيه؟ وصلنا اللي سويناه. نحط شوي طبقنا اليوم بصل مجبوس ربيان وسبريم، 3 في 1. هذه اللي امس يا جماعة الخير تذكرونها مسوينها مع بعض. انا امانة السبريم ما ادري انه حلو، السبريم على اي شكل. يا الله يا الله يا جماعة بسم الله. الرز ينأكل بدون ربيان والله. هذا اللي سويناه زين. معليش والله نعمة الله ما تروح. زين بصل مقلي من اللي سويناه اليوم. خطير. ما ادري اتكلم عن الرز والله، عن السبريمة هذه المتمصلخة. شوفوا اللحم، شوفوا البلوح علينا، عليكم بالعافية. طولنا عليكم اليوم عذرونا، لكن قدمنا لكم طبق ينقال له 3 في 1. بصل مقلي ومكبوس ربيان وسبريم. أمانة يا جماعة الخير، إنه يعني قبل لا أقول لكم أنا أدري بإذن واحد أحد إنه لذيذ. نثرية وسبريم مشوي بالفرن، رايح فيها. فإذا طولنا اليوم عليك